يا مساء الهنا والسعادة والجمال على أحلى مستمعين ومتابعين راديو في السكة ومتابعينا في كل مكان. يا رب تكونوا في أحسن حال وأتم صحة. وحشتوني قوي من الحلقة اللي فاتت. هكون معاكم النهاردة هنا هيكل زي ما عودتكم كل خميس الساعة 5:30 مساء على ابليكيشن راديو في السكة، راديو العيلة. حابة أفكركم ممكن تحملوا الابليكيشن من على الجوجل بلاي، أو ممكن تسمعونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك راديو في السكة بالعربي، وممكن كمان تسمعونا على قناة مذيعين راديو في السكة على اليوتيوب. وحلقتنا النهاردة هي حلقة جديدة ومختلفة على غير العادة، ويا رب تنال إعجابكم. هستنى تعليقاتكم اللي دايما بتسعدني واللي بتحسسني بوجودي دايما معاكم في كل مكان. وحلقتنا النهاردة هي مجرد تاريخ صلاحية. طب هسيبكم مع فاصل صغير وهرجع لكم على طول. الوقت بيسرقنا وبنمشي ونسرح في طريقنا والأيام اللي ورجعت لكم بعد الفاصل أعزائي مستمعين ومتابعين راديو في السكة ومتابعينا في كل مكان. أحب أفكركم قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع حلقتنا هو مجرد تاريخ صلاحية. وطبعا في ناس كتير ممكن تستغرب وتقول تاريخ صلاحية، أقول لهم أيوة، زي ما احنا عارفين إن كل حاجة في حياتنا وليها تاريخ صلاحية، من أكل وشرب وكلام وبني آدمين ومواقف وحاجات كتير بنقابلها في حياتنا ليها تاريخ صلاحية. طب تعالوا نعرف معنى كلمة تاريخ صلاحية إيه هو مدة زمنية بتبقى محددة وموجودة على أغلبية الأطعمة والأدوية اللي بنستخدمها في حياتنا، واللي دايما لما بنيجي نشتري أي حاجة أول حاجة بنبص عليها هو تاريخ الصلاحية، هل هي صالحة للاستخدام ولا لأ. بنقيس على كده كل حاجة في حياتنا بنشتريها وبنستخدمها علشان نتأكد من صحة المنتجات قبل ما نستخدمها في أكل وشرب وعلاج، وده كان نوع من أنواع تاريخ الصلاحية. نيجي بقى لتاريخ صلاحية البني آدمين وعلاقة الناس ببعضها والمواقف الكتير اللي بتبقى موجودة في حياتنا، واللي كتير ما يعرفش إن كل حاجة في حياتنا وليها تاريخ صلاحية. الكلمة، الموقف، حتى المشاعر ليها تاريخ صلاحية. الاهتمام والاحتواء وحاجات تانية كتير ليها تاريخ صلاحية في حياتنا. عارفين ليه ليها تاريخ صلاحية في حياتنا؟ علشان في مواقف كتير في حياتنا بتحصل لنا من أعز الناس لينا، موقف ورا موقف، وهم مش واخدين بالهم إنهم بيوجعونا وبيستنزفوا مشاعرنا، ونسيوا إن ممكن رصيد محبتهم عندنا يقل أو تاريخ صلاحيتهم عندنا تنتهي من كتر ما احنا بنسامح في حقنا. افتكروا إننا رضينا بالأمر الواقع أو بمعاملتهم لينا، ونسيوا إن في وقت الغضب ممكن نتغير في لحظة من كتر الوجع والتعب أو قلة الاهتمام وعدم الاحتواء وقت تعبنا، لأن وقت غضبك وزعلك لو ملقيوش الاعتذار المناسب اللي يليق بيهم في وقت معين بيخلي صلاحية تقبل الاعتذار عندك تخلص. عرفتم بقى إن في تاريخ صلاحية لكل حاجة في حياتنا؟ ومش كده وبس، اللي جالك في عز الحريق مش زي اللي جالك لما النار أكلت قلبك، لأن مهما جه بعدها مش هيبقى مؤثر في حياتك، لأن فقدان الشغف ناحية الحاجات اللي بنحس بيها من أكتر الحاجات اللي لازم نؤمن بيها، طالما إننا مصدر فعل ومنلاقيش رد فعل مناسب يرضينا. علشان كده كل مشاعر طيبة مهما كانت قوية هتخلص طالما إنها ملقتش اللي يراعيها ويديها الاهتمام، وكل مشاعر سلبية اتثبت فيها لوحدك هتخلص، بس هتخرجك شخص تاني ناقص حتة بس زايد قوة وصلابة. الوقت عامل مهم أكبر مبدل للأحوال. ما تجيش متأخر تسأل على حاجتك اللي غالبا هتفقد انتباهها ليك، وجودك وقتها مش هيبقى مؤثر زي عدمه. ما تسيبش أمور كتير متعلقة على شماعة الوقت، علشان في أمور كتير محتاجة تدخل حتمي منك. الأيام ما بتديش احتواء ولا اعتذارات ولا إجابات، الأيام بتمحي الشيء بس أثره بيسيب جمود ودرس قاسي جدا جوانا، ومكانك اللي اتساب فاضي على أمل إنك هتيجي تشغله تاني هيسد مكانه عزة النفس والكرامة. الحقوا الناس قبل ما صلاحياتكم تخلص جواهم، وكفاية تأخير. هسيبكم مع فاصل صغير وهرجع لكم على طول. أقرب ساعة عمري بيتسرسب بيعدي، الناس والدنيا بتتغير حتى الحديد بيصدي، وأنا الوحيد واقف مكاني ثابت. في ناس اختارت سكة صابت، ناس تانية اختارت سكة. ورجعت لكم بعد الفاصل أعزائي مستمعين ومتابعين راديو في السكة ومتابعينا في كل مكان. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن تاريخ صلاحية الناس في قلوبنا وفي حياتنا.
أنا بحس بصراحة إن كل إنسان مسؤول عن مكانته في قلوبنا، وهو اللي بيحدد وجوده أو عدم أهميته في حياتنا. وأكتر حاجة بتأكد صلاحية الأشخاص في حياتنا حبهم لينا ومعاملتهم مش كلامهم، لأن مفيش أسهل من الكلام، لكن الفعل هو اللي دايما بيكون صعب. بس بيكون صعب لو الناس بتقول عكس اللي في قلبها، يحسسوك إنك أغلى شيء عندهم، وساعة الجد ما تلاقيش حد حواليك منهم، وتلاقي ناس تانية انت اصلا ما تعرفهاش اللي هي وقفت جنبك وحسيت من فعلهم انك تسوى كتير قوي عندهم. اما بقى اللي كانوا بيقولولك انك غالي قوي عندهم وانك مهم وما يقدروش يستحملوا عليك الهوا، تلاقيهم كده بالبلدي زي ما بيقولوا كأنهم فص ملح وداب. طب انتوا عارفين ان الكلمة ليها تاريخ صلاحية؟ لان في اوقات كتير بيبقى كل شخص مننا مستني من اللي قدامه كلمة، ايا كان الكلمة دي هي ايه. ممكن تكون كلمة حب، ممكن تكون كلمة تواسي بيها غيرك او الشخص اللي قدامك، او مواضيع في حياتنا كتير ممكن تكون واقفة على كلمة، بس للأسف ممكن الكلمة دي تيجي بعد وقتها ما يخلص. ساعتها لو حتى اتقالت الكلمة هتكون خلاص ملهاش معنى، علشان تاريخ صلاحيتها انتهت لانها ما اتقالتش في وقتها. احب اقول لكل واحد فينا ما تسيبوش نفسكم، حافظوا على الناس اللي في حياتكم، حافظوا على مشاعرهم، اوعوا تنسوا تهتموا بيهم، بس لازم قبل الاهتمام نختار الوقت المناسب، لان لو جه الاهتمام بعد وقته ما بيكونش ليه معنى. زي حاجات كتير في حياتنا ممكن تحصل لنا بس للأسف بتيجي بعد وقتها، وبيكون شغفنا بيها انتهى وما بقاش ليها معنى. ياريت كل واحد فينا يخلي باله من أفعاله وتصرفاته ومشاعره، وما ينساش ان في ناس بتبقى مستنية منه الكلمة الحلوة أو الاهتمام والاحتواء والمشاعر الطيبة اللي بيننا وبين الناس اللي حوالينا وبين حبايبنا اللي موجودين في حياتنا. ياريت الناس ما تتأخرش على بعضها علشان صلاحيتهم ما تنتهيش في قلوبنا. قبل ما اختم حلقتنا النهاردة أحب أقول لكل واحد فينا خلي بالك من الناس اللي في حياتك، ما تسيبش الوقت يسرقك وتنسى حبايبك اللي في حياتك، اوعى تتأخر عليهم، وخلي بالك انك لو اتأخرت هتلاقي رصيدك عندهم أو صلاحيتك للأسف انتهت. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة بسرعة، يا رب تكون نالت أعجابكم وعجب كل مستمعين ومتابعين راديو في السكة ومتابعينا في كل مكان. وكانت حلقتنا النهاردة بتتكلم عن تاريخ صلاحية في كل شيء في حياتنا، من أكل وشرب وبني آدمين ومواقف وحاجات كتير. كنت معاكم هنا هيكل من برنامجنا الدنيا أكبر حدوتة. استنوني الحلقة اللي جاية مع حدوتة جديدة من حواديت الدنيا على راديو في السكة، راديو ليلى.